السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وأحبائي متابعيني على قناة قصي العوسي على منصة اليوتيوب، وعلى صفحة ملتقى الصيادين على منصة الفيسبوك، كل التحية والاحترام لكم جميعا. جايكم اليوم برحلة جديدة من بعد انقطاع طويل حيل. جايكم إن شاء الله بفيديو جديد وفلوج جديد ورحلة صيد جديدة. وهاي رحلتنا راح تكون من أرض قضاء بيجي من محافظة صلاح الدين، مدينتي الجميلة اللي أحبها وأحب ناسها الطيبين وأحب أرضها. الله يبارك بها إن شاء الله ويحفظها ويبعد عنها كل مكروه. فرحلتنا اليوم أكيد على الشط، ومثل ما عودناكم رحلة صيد سنارات وعشاء إن شاء الله يكون لذيذ وممتع مع أخويا وحبيبي يحيى. جايين اليوم من تكريت، اتفقنا على أنه ننزل للشاط، وهسه إن شاء الله متوجهين بطريقنا. طبعا طريق شوية وعر وشوية مزعج، لكن ما يخالف لأجل عيونكم. فتابعوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله يعجبكم، وحياكم الله جميعا. هذا وصلنا الشاط، يا للأسف مكان مأخوذ عائلة. هنا الشباب دا يسبحون، طبعا منسوب المي نازل نزول قوي. الحمد لله على كل حال، عسى ولعل بالأيام المقبلة يصعد بعد ما فتحوا السدود من دولة تركيا، إن شاء الله خير. الحمد لله الجماعة طلعوا. احنا هذا المكان شوية نتنطر، يعني نتنطر ان العالم تترك على مود نجي بيه، لانه المي بيه شوية راكد، فحتى نقدر نذب سناراتنا بيه. طيب شوية مو حيل نظيف لكن ما يخالف، المهم انه يفي بالغرض. هذا ابو الحياية قاعد يشتغل اشغال شاقة، بارك الله بيك، بس دير بالك على ايدك، بلاي شي منفخ من البامية. اي والله طب ما غسلت حد الان. هاي قعدتنا، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. سياراتنا هنا، هذا المكان راح نذب خداع ونشوف حظنا. لقطة تعليمية. الطعم الخداع اللي نستخدمه هو الفراشة. هاي سنارتنا خفيفة كربون، تسحب هذا الخيط مالتها، تفتح الادراج، هسه تكون جاهزة للاطلاق. ويا الشمرة مال ايدك من توصل القصبة بهذا المكان، اطلق الاصبع مالك، رجع الادراج، مليش تسحب. هذا للخداع. عندنا انواع من السمك بنهر دجلة نصيدها بالخداع، عندنا الشلق، عندنا المزراق، عندنا البز. طبعا اخذ لي الطعم وشلون دا يفتر. هذا الفراشة وهذا شغله، يفتر بالمي، ينطيك لمعة ويحدد لك انه هو خلينا نقول يشابه لك طريقة السمك بالحركة. السمكة الكبيرة من تشوفها تجي تلقائيا تضرب على المتاكل. بسم الله. بما انه اني يمناوي قالب اليد مالت السنارة على اليمين، هواي ناس تستخدمها على اليسار، اني لا على اليمين شغله. حسب موسم قليل بالصيد بالخداع.
لكن كتجربة كانت ما حصلنا شيء. نبلش نسوي العلفة مالتنا، ونسوي طبعا علفة الفيدر، وننزل السنارات والله يرزق ان شاء الله. الأجواء العشاوية. هنا الربع نزلوا متأخر يتعشون ويمشون. ناب الحياية جاي عمر نرجيلة. اي نعم، كذلك ايضا اهم شيء السكين الرهيب. هسه التمن مالنا جهز وشوفه. هسه ايش عندنا؟ عندنا قطان متبل وجاهز. نقول له بسم الله. يما يا ولي، يما يا ولي. عم شنو الوضع؟ دخيلك ربي ذهب. هذا عشانه مطبق سمك قطان. وهذا التمن صيادية ابو البصل. يلا اخويا داوم. شو تسوي له؟ تسوي له هيك جعصة صغيرة ويا التمن، تقول له هيك. لا 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 اكو شيء غلط اليوم. ما شاء الله ما شاء الله، والله رهيب. عوافي، سهمكم العافية يا اخوان. اجواء لطيفة جدا، جو بارد، النار تخبط والدلة محطوطة والأمور فول. صارت القهوة والأمور فول. صفينا بس احنا ما ضل كل حال. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. ساعة ايش يمك؟ 4. هذا بسم صيد. الله اللهم صل على سيدنا. ما شاء الله ولا قوة الا ما شاء الله. كاربية تسوى تستاهل. نعم صيدك. يابا ثاري اللي يتعب يحصل. نعم. أنا منايم من البارحة. واش؟ منايم من البارحة، ويمكن الله أعلم يمكن 7 مرات 8 مرات بدلت الطعم. والله انشلع قلبي. لكن نقول إن شاء الله خير. شلون بالعتها؟ ما بالعتها يا أخي، بشفتها بس. والله هذا الفيدر رهيب. رهيب هذا الفيدر. اريد بس يطلع من شفتها ما يطلع. عشان نكلف شلون. ما شاء الله لا قوة الا بالله. بعد عناء ها؟ اي نعم. حضرة جنابك نمت وعفتني. بالعافية عليك. اي والله نمت تعبان. انا اعتذر قعدتك. لا بالعكس. تدري يعني الفرحة تستاهل. لا بالعافية. يلا انا اقول نذب النوب يمكن نحصل شي بعد. والرزق على رب العالمين. صباح الخير. شمس تحرق ما شاء الله. كملنا شغلنا ولملمنا غراضنا وكملت سفرتنا. كانت جدا لطيفة الحمد لله على كل حال. والحمد لله رب العالمين رزقنا بسمكة حلوة نسويها غدا نسويها عشاء ترهم. نعمة من رب العالمين.
ما لحقنا نصور لكم الصبح طبعا، حتى ريوق ما تريقنا من ورا الشمس لان سريع طلعت ما لحقنا عليها، فحتى ريوق ما تريقنا ومشينا. فما نقول غير انتظرونا بفيديو جديد برحلة جديدة ان شاء الله. تحياتي للجميع وشكرا للمشاهدة.